نعم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سيد الشيخ، أنا حبيت نسقسيك. عندي أختي، إيه. وعندي أختي الأخرى، في زوج متزوجين وعايشين معنا في الدار. إيه. نعم. وفي في دار بابا. نعم. وحنايا خيات كامل متزوجين مع عند رجالنا صافي. نعم. و ووحدة فيهم توفات الله يرحمها في الكوفيد. كانت بكر الله يرحمها ويوسع عليه، فهي شهيدة إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. وخلت 4 أطفال. واحدة من هذوك الزوج اللي ساكنين عند باباك. توفت. وحده فيهم بكا بابا هو اللي يتكفل بهم. تركت 4 أطفال. تركت 4 أطفال. وبابا هو اللي يتكفل بهم. بصح راجلها مازالوا في دارنا. كما هي جات سكنت في دارنا باسكو ما عندهاش ولد سكون. نعم. كانت حيه ودوكا كي توفات ما عندوش راجلها وين يروح. بصح دوكا حنايا صارنا مشكل، حنا مع رجالنا ما خلاوناش نروحوا، كيما انا الزوج تاعي ما خلانيش نروح لذاك لدارنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. باسكو هذاك راجل اختي ما حبش يخرج. ولكن اسمحي لي، قال له اخرج. نعم. اسمحي لي، راجل اختك ما حبش يخرج من الدار خاطر عنده 4 أطفال في هذيك الدار. عنده 4 أطفال في هذيك الدار، ماشي هو اللي مكفل بهم. ولكن ولاده مكفل، ماشي مكفل، ولكن ولاده، وراكم تقولوا ما عندوش وين يروح هكذا. لو كان يخرج من الدار لازم يدي معاه الأطفال تاعو. لا قالوا لا تخرج، خلي لي الأطفال تاعك. ما يستطاعش، هذا أب ما يستطيعش يكون بعيد عن أطفاله. هذا يعني أنا برك حاب نفهمك حاجة، باللي الأزواج نتاعكم انتم تقدروا تزوروا باباكم بلا ما يكون هو حاضر معكم، يعني لازم هو يكون قاعد معكم في الدار هذه. يقدر هو يكون برا ولا وانتم تلاقوا مع باباكم مع ولاد اختكم. بصح ما قال لك ما عنده حتى صفه له قاعد تمايا. كملي كلامك، كملي. واختي الاخرى ثاني قلت لك متزوجه وعايشه الفوق، هو عايش في ايطاج الفوقاني والاخرى عايشه في ايطاج الفوقاني. وباباكم وين عايش باباكم؟ ما حبوش يخرجوا، عايش في دارنا هذيك شغل عندنا فيلا. انتم لو كان تزوروا باباكم ما تلاقاوش بهذا الرجل، راجل اختكم اللي توفات؟ ما تلاقاوش معاه، غير الا كان حبط كاش ما تحقق كاش عفسه من عند ولادو، ولا عيط لبنته، ولا كاش عفسه ولا. وشنو سؤالك يعني؟ قولي لي الله يرضى عليك. سؤالي دوك انا حابين نروح، انا نهضر على نفسي، انا نحب نروح لدارنا، بصح الزوج تاعي ماهوش قابل بنسيبنا هذايا. واش عليه هذا؟ ما عندوش فرصه اللي راهو التم. اولا هذا لا يهمه ولا دخل له، هذه المساله يحكم فيها باباك خلى راجل بنته ساكنه عنده مع اولاده ال4، هذه مساله باباك يقرر فيها، يخليه في داره ولا يخرجوا. هذا من قطيعه الرحم. أنا حاب الأزواج تاعكم، أنا فاهمهم واش راهم يقصدوا، ولكن هذا من قطيعة الرحم. يعني انتوما وصيوا باباكم، قال كي نكونوا جايين تقول له ما يجيش. هذا مكان ما يدخلش برك للطابق اللي فيه باباك. وروحوا زوروا باباكم واقعدوا معاه وشوفوا ولاد خدكم وتلاقوا بهم وكرموهم. ولو كان ياخذوا رايي باباك، لو كان ياخذوا رايي، هذا راجل خدكم هذا زوجوه، شوفوا له زوجه. هو لا يريد ان يتزوج. ما حبش يتزوج، قالك ما نقدرش ننسى مرتي وما عنديش وين نتزوج وما عندكش. هو طاحت به في وقت كوفيد، خسر كلش. قال لكم ما قدرتش ننسى الزوجه تاعي. ما نقدرش ننسى الزوجه تاعي. ما اختي الاخرى ما حبش تخرج، قالت لك انا نقعد هنا، الراجل هذاك ما حبش يخرج باسكو راه يخدم. والله غاضني هذا الرجل. ما حبوش ما كاش كيفاه كامل، وانا ما قدرتش ندير مشاكل مع راجلي باسكو عندي دراري. والله غاضني هذا الرجل، يعني غاضني بمعنى الكلمه. كي تقولي بلي كان لاباس به، كي جات الكورونا افلس، ومن بعد ماتت مرته وخلات له 4. هي بالحمل. وماتت وهي بالحمل، يعني زاد يعني فقد مرته وفقد وليده جنين تاعو، يعني وليده ال5 يعني. وراهو في هذا البيت، لان هذا البيت يذكروا بزوجته بساعاته، اولاده ال4.
فانا نلتمس، يعني نلتمس اذا الازواج تاعكم راهم يسمعوني، يعني يخلوكم تروحوا تزوروا باباكم ويطلبوا منه، قال فلانه راهي جايه ما كان لا تهبط، باش ما كان لا يجي يقعد في داره مع اولاده وهكذا. هذا هو الحل، لان منعكم من زياره الوالد من قاطعه الرحم، من قاطعه الرحم. انا اللي مانيش نروح، كثرتها فيهم انا اللي مانيش نروح. انا اللي مانيش نروح بزاف، الاخرين يدوهم رجالهم، ساعات هكاك يدوهم رجالهم، غير انا بكري مانيش نروح. انت ما تدخليش في خصومه مع زوجك، زوجك غيور، راني فاهمه، والغيره هذه غير صفه مليحه، هذه تاع رجوله، ولكن حاولوا وصلوا الى حل وسط، يعني ما تقطعيش باباك نهائيا وتطلبوا فقط لا. ولكن كي تقولي يمنعك من الزياره. طيب ما كيحبوا يجوا ما تقدرش تطلع تكون خروج منه. فلا تصعد انت، لا تصعدي لمكان وجود هذا راجل اختك، روحي. ما نطلعش ملي توفات اختي، ما نطلع ملي نتقابل معاه ما والو، ودوكا عندي راني. وهذا من قاطعة الرحم يا اختي. الله يكون معك، هذا من قاطعة الرحم. اقنعي زوجك اذا كان يسمعنا ان لا يمنعك من زيارة والدك ورؤية أبناء الأخت نتاعك، راهم يعني إن صح التعبير في حكم اليتيم، وإن كان لا هو ما قالش على ولاد أختي، صح ما قالش، هو قال لك راجل أختك ما عنده حتى صفة اللي تكون تمايا، مامو يخرج مثل، وحرام كي راهو ساكن تمايا وتسقسي أي شيخ يقول لك حرام يقعد لا 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 لا، ماهوش حرام يا أختي، هذا يحلل ويحرم كما يشاء، وش حرام. هذا القضية راهي في يد باباك، إذا الوالد نتاعك تركه يسكن، السكن تاع الوالد نتاعك كي تقولي ما يقدرش راجل بنته يولي هو يتحكم في الحلال وفي الحرام. إذا باباك خذ قرار أن يبقيه جاز له، إذا باباك خذ قرار أن يطرده جاز له، ولكن هذا ليس من الرحمة. تقولوا الرجل ما عندوش وين يروح. وانا الاب تاعي ما نقدرش نخرجوا من الدار، نفضل نوجه ولادو. والله غير بارك الله فيه، باباك على حق. من اين هو باباك؟ قولي لي من اين اصله يعني؟ من صوري. من مصور. ما سمعتكش يا اختي. مصور. بارك الله فيه وجزاه الله خيرا، وهذا دليل بلي باباك عنده حنانه في قلبه وعنده رحمه في قلبه. كان يلقى اي واحد في وقت في الكوفيد في الكورونا، وجاب الناس ما كانش وين يروحوا، جابهم قعدهم في دارنا. الله يرضى عليك يا الحاج. هذو براويه جابهم، فما بالك براجل بنته اللي عندها 4 وماتت حامل. اين الرحمه يا ناس؟ اين الرحمه؟ هذا رجل صالح. الحاج راني راضي عليك، بارك الله فيك. هذا هو التصرف الصحيح، هذا هو التصرف الصحيح، يعني ألا يطرده، خليه راهو مع أولاده ال4 ويشوفهم. نهار تروح هذيك المسكين الحزن في قلبه لعله يتزوج، رفض أن يتزوج، خلوه راهو مجتمع مع أولاده. هذا الذي أقول.